أما العشائر الكردية في هذه القرى فيجمعها تجمع عشائري واحد تحت مسمى عشيرة الأكراد. حاليا تحت شيخ عشيرة الأكراد الشيخ نصر، وقبله كان أبو نصر الله يرحمه، وقبله كان المختار أبو حسن مختار الكفير. أهم العشائر الكردية المتواجدة في هذه القرى، نبدأ من بزيت يتواجد فيها عشيرة الشيخان، وهم من بيت حج حسين وبيت العلي وبيت حمدو. هؤلاء من عشيرة الشيخان، جاءوا من كوباني من قرية قرتل. وكذلك بيت خيرو وبيت سيدو وبيت تمرو، هؤلاء من عشيرة الشدادان، جاءوا من كردستان باكور، من مناطق كلس أو عنتاب أو هذه المناطق. وكذلك بيت جنجو من عشيرة الرشوان فرع الخالكان. العائلات المتواجدة في المشيرفة هي نفسها تتبع إلى أهل أبزيد. وكذلك في بيت حمشو وبيت بكرو، وهم من عشيرة الملان. ثم ننتقل إلى المشيرفة. مشيرفة فيها بيت جعفر، وهم من عشيرة الرشوان، بيت إبراهيم وبيت حمرش من عشيرة الرشوان فرع الخالكان. وفي بيت ميرمة وهم فرع من عشيرة الملان. وكذلك بيت سليمان من عشيرة الكيتكان من كوباني. وكذلك بيت خدو وهم من البرازية، من عشيرة البرازية. ثم ننتقل إلى سلة الزهور، ففيها آل جعفر وهم من عشيرة الرشوان فرع الخالكان. وفيها بيت الحجي من بيت رستم، وهم من عشيرة الشيخان من جبل الأكراد. ثم بيت سمعة وهم كرد شيخان من حماة، جاءوا سنة 1955. وبيت عزيز القطاش كذلك برازية من عشيرة علي الزرع. وكذلك يتواجد عندنا بيت هواش وهم أقرباء بيت سمعة، يتواجدون في الفريكة ومعمل السكر، كذلك هم من عشيرة الشيخان. ثم ننتقل إلى الكفير وهم من عشيرة الشيخان. ومعمل السكر كذلك أغلبهم من عشيرة الشيخان، مثل بيت هواش وبيت رحال وغيرهم. وكذلك بيت شبلي وبيت هواش من عشيرة الشيخان. أما قرية بلميس فهم كرد برازية، من أي فرع لا أعلم. ولكن يتواجد كذلك الكرد في قرية قيماس وبيت يمكن بيت العلي، وهم من كرد شيخان كذلك الأمر.